فترة الجامعة من الفترات الجميلة اللي بيقضيها أي شاب أو أي بنت. أنا طبعا بالنسبة للنهاردة أنا عامل الفيديو ده بالذات عشان البنات، لأن أنا أول قصة كانت جات لي قصة بنت صدقت الحب لحد ما وجعها وكسرها. كانت لحد برضه في الجامعة، بس كان الشاب ده بيتسلى، يعني بيلعب بمشاعر البنت ولحد ما وجعها وكسرها. لذلك انا اقول لك ابعدي عن العلاقات العاطفية في الجامعة، ابعدي عن الحاجات اللي زي كده. وجماعة مفيش حاجة اسمها زي اخويا او حاجات زي كده، لان الايام اللي احنا فيها دي للاسف الشديد كثير من الشباب بيتسلى، بالذات في الجامعة. كثير من الشباب والولاد بيتسلوا. طبعا في ولاد وشباب محترمة جدا، انا ما قلتش حاجة، بس في برضه شباب بيتسلى. لذلك ابعدي عن العلاقات العاطفية اللي هي في الجامعة، وابعدي عن الشباب اللي بيتسلى، لأن للأسف الشديد آخرها بتبقى وجع وكسرة. لأن أي حاجة بدايتها لا ترضي الله نهايتها لا ترضيكي. أولا خدوا بالكم من نفسكم. ثانيا يعني ركزوا في مستقبلكم. ثالثا بعد كده ربنا ان شاء الله يكرمكم بابن الحلال اللي يطلبكم من اهلكم. هي دي الحياة لما تترسم كده، تترسم كده بالطريق الصحيح. لكن مفيش حاجة اسمها يعني ده صديقي ده صاحبي، لا يا بنات ده غلط. دي حاجات لا ترضي الله. تابعوا معانا القصة كاملة على اليوتيوب، قصة بنت صدقت الحب لحد ما وجعها وكسرها. إلى اللقاء.